في منتصف القرن العشرين وسط عالم مقسوم ما بين الغني والفقير، خرج شاب من الأرجنتين وسميتو تشي غيفارا. ما كانش سياسي وما كانش حتى عسكري، كان طبيب وفي قلبه بزاف ديال الرحمة، وعنده في عقله بزاف ديال الأسئلة على الظلم والعدالة. في عام 1952 تشي غيفارا قرر باش يدور أمريكا اللاتينية على الموتور ديالو وهو صاحبه. شاف الفقر والجوع والناس مقهورين، ومن تما تبدلات النظرة ديالو للحياة، وقال في راسو ما يمكنش نبقى غير كنتفرج وكنشوف. في السفر ديالو تعرف على مناضلين وتعمق في الأفكار الثورية، حتى جا النهار اللي غتبدل فيه حياته وتلاقى فيديل كاسترو اللي كان كيحلم يطيح النظام اللي كاين في كوبا. تشي غيفارا ما ترددش وقال لي انا معاك، وسنين من القتال وسط الجبال الجوع والشتاء، ولكن الايمان بالقضيه كان قوي من الرصاص. في عام 1959 النظام الكوبي طاح وفيديل كاسترو ولا رئيس ديال كوبا، وتشي غيفارا ولا بطل وطني. تشي غيفارا قال في راسو الثوره ما خصهاش تحبس هنايا، وبدا كيسافر لبلدان افريقيه واسيويه باش يعاون الثوار، ولكن الطريق ما كانت سهله. اخر محطه كانت في بوليفيا فاش دخل يعاون الثوار، ولكن الحكومه ومعها المخابرات الامريكيه كانوا كيتعقبوه خطوه بخطوه. وفي اكتوبر من سنه 1967 تشي غيفارا تشد وتعدم في الغابه بلا ما يحكموا عليه. تشي غيفارا مات، ولكن الفكره ما ماتتش. تصاوروا ولا رمز ديال المقاومه والحريه في العالم كامل، من قميص بسيط في الزنقه حتى الجداريات في العواصم الكبرى، كلها هازه وجه ديال رجل امن بالقضيه حتى الاخر. تشي غيفارا ما كانش ملك ولا كان شيطان، كان انسان امن بان العدل تستاهل تقاتل عليه، وهذه هي قصته، قصه ديال طبيب اللي ولا رمز ديال الثوره.